عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاع اليوم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بميني شاورما او الشاورما دي بريستيج اللي طلبتوها مني. انا حبيت نوريكم مقتطفات، جبتها لكم بطريقه جديده. هنا نروحوا نشوفوا واش كاين عندنا في الوصفه. نديروا الخبز، عندنا 500 غرام فرينه، 20 غرام بودره الحليب، 5 غرام خميره الحلويات، وهنا عندنا 10 غرام سكر، و10 غرام ملح، وعندنا 200 غرام ماء يكون سخون سخون يغلي مليح، و40 غرام زيت. وهنا راح نديرو له شويه تاع لي زيبيس. عندنا مغرف صغير، عفوا نصف مغرف تاع الثوم، بودره الثوم، نصف مغرف تاع الكيري والفلفل الاسود. هنا حنخلطوا النواشف الكل، نرمو الحليب عفوا بودرة الحليب، السكر، الملح، نرمو الفلفل الأسود، الكيري وبودرة الثوم، ونبدو نخلطو النواشف بالطريقة هذه. شوفوا الكيري راح يعطيكم واحد اللون على لاباط تاعكم، صفرة هكا تخرج لكم صح فري هايله. فوالا، ونرمي عليها الزيت ونبدا نبسس بالطريقه هذه بالكف تاع ايدي. الطريقه هذه تخلي لك لاباط تاعك تجي هشيشه وطريه. هنا نرمي 200 غرام تاع الماء تكون سخونه تغلي. هنا هزت لي شويه اكثر من 200 غرام، وانتوما وحسب النوعيه تاع الفارينه اللي عندكم. انا هنا ضفت لها شويه باش خرجت لي شويه يابسه. شوفوا بالطريقه هذه، ونبدا نفتح فيها، عفوا نبدا نعجن فيها فوق بلون دو طرافاي تاعي بالطريقه هذه. انا تحسوها شويه طريه، مي كي تبرد لكم راح تحكم راحه بالطريقه هذه. كيما قلت لكم الماء من 200 حتى ل 230 250. شوفوا التكستور تاعها كيفاه يكون. هنا نروح نوزنهم. راح ندير الكريات تاعي كبار، نديرهم 70 غرام. والناس اللي حبت تدير ميني شاورما هذيك دير 20 غرام، ما ديرش الطريقه اللي كيما درتها انا طبعت. تسمى دير هكا كل وحده وحدها، توزنها 20 غرام. شوفوا بالطريقه هذه نبدا نكور فيهم باش نحطهم يرتاحوا. شوفوا نبدا ندير الكريات تاعي. انا خرجت لي 11 خبزه، ومن 11 حتى ل10 هي تخرج لكم لا كونتيتي هذه. نحطها ترتاح مده تاع 4 ساعة ونروح ندير الحشو. انا عندي صدر تاع دجاج قطعته هكا صغير بطرونش طوال، وعندي فروماج ريجيم، عندي هنا لي زيبيس، عندي راس الحانوت، فلفل اسود، بودرة الثوم، وشوية سكر. انا نعتمدو عجل الذوق. وهنا وحدة جنبو ديما ونستغنى عن الملح، وحبة تاع بصل متوسطة الحجم. شوفوا هنا خلطو كيما قلت لكم راس الحانوت، فلفل اسود، بودرة الثوم والكيري. هنا فروماج ريجيم، درت باطا، تحبوا ديروا ياغورت ناتور، تحبوا ديروا اي حاجه. والجامبو عفوا انا كي ندير الجامبو كيما على بالكم نديرو، ما نستغنى تماما عن الملح. شوفوا هنا نروح نحط البصل تاعنا يتقلى الطريقه هذه حتى يولي لنا مارون. كيما نعرفوا المعرفين نقلوا البصل الطريقه هذه. بعد ما تقلى لنا بيان، نرمي هذاك الدجاج اللي كنت فوحته بيان، زيد نرمي عليه المعدنوس وزيتون يكون مقطع. وهذه اختياريه، كل وحده واش تحب دير في لافارس تاعها. هنا نروح نفتح الخبز تاعنا. شوفوا كيفاه لاباط هذه. شوفوا 70 غرام تبان لكم هكا الكوريه صغيره، مي لاباط هذه تتفتح ما تخافيهاش. شوفوا ما تتقطع، ما يصرى لها والو، تتفتح رقيقه لواحد الدرجه. شوفي كيفاه. نوريكم التكستور تاع لاباط. شوفي مهما ندير هكا بايدي نعاود نفتحها تقعد كيما راهي. تسمى 70 غرام عطيتك الميزان تاعها قد قد. وهنا نروح نطيبها. شوفي طيبها على نار تكون قويه، قوي النار تاعك بيان وحطها طيب. شوفوا الطريقه كيف نبدا ندور. كي نشوف خرجوا هذوك الفقاعات، شوفوا ندور هكا، كي نشوفهم تنفخوا بيان تهزي تقلبها وتعاودي نفس الطريقه. شوفي كيف هذه تجي خفيفه، علاه دير لنا هكا باسكو فيها الخميرات تاع الكاطو تخرج لنا خفيفه خلاص. شوفوا دير ارماها ديريكتومون في ساشي كي طيبي. شوفي التكستور تاعها كيف تخرج طريه وهشيشه. هنا راح ندير لي كورني. شوفوا كيفاه راح نقطعهم. هنا الا كانت الخبزه تاعك هكا كبيره، جاتك على قد الكريبير تاعك، على قد المقله تاعك كبيره، تقطعها على 4 كيما درت انا. ولا صغيره قطعها على 3 باش يخرجوا لك لي كورني تاعك كبار شوي، ماهم كبار ماهم صغار ومتحوفين. شوفي كيفاه.
فوالا نحطهم فوق بعضهم بالطريقه هذه، ونجي نقطع هكا من فوق. انا درتها الطريقه هذه اختياريه، شي يبان لي الحشو من فوق ويبان لي الفرomage. وهنا اللي ما تحبيش ديرها ما ديريهاش، دوري الكورني تاعك نورمال. مي الطريقه هذه يبان الكورني تاعك. شوفوا ندوروا كورني نورمال ونحكموا بالكيردون من تحت. شوفوا بالطريقه هذه. فوالا شوفوا كيفاه. راح نزيد هنا معاكم واحد اخر باش تفهموني مليح. ندور الكورني بطريقه هذه ونحكمو جوست بالكيردون. شوفوا البنات صدقوني والله ما يزيد على همي لا روسيت تاع الخبزه دي. وإلا جربتوها صح ماشي راح تندموا. الناس اللي تجربها ماذا بكم تبعت لي في الانستغرام، نحب نشوفكم ونحب نشوف كيفاه جربتوا. نحب نشارك معاكم كلش وتشاركوا معايا كلش. فوالا نشوفوا الطريقه كيفاه. هنا راح ندير شاورما الاخرى. مني شاورما الاخرى نقطعها بالبورت بيس هذا 90 كيما راكم تشوفوا فيه. وقطعي بطريقه دي. هنا ماذا بيك يكونوا سخان ديريكتومون قطعيهم، ما ديريش كيما انا خليهم يبردوا. لازم تخليها سخونه هكا وتجيك فاسيلمون. ولا تحبي توزنها 20 غرام وتقطعي ديريكتومون بسورسو. هذا انا نعتمد الطريقه هذه خير وخير. فوالا شوفوا كيفاه. هنا راح نروح نعمر لي كورني تاعي وشاورما الاخرى. عندي المايونيز، عندي فروماج تاع لي تشيز هذا اللي كنت الوحده قطعتها على 4، وعندي السلطه والحشو تاعنا بيان سور. شوفوا هنا نروح نعمر لي كورني تاعنا. خيروا ديما النوعيه الجيده تاع المايونيز باسكو يلعب دور كبير في الحشو، سورتو الناس اللي تحب المايونيز. هنا ندير السلطه وندير لافارس تاعي. تشوفوا الدجاج ديجا شوفوا لا كولور تاعو برك تشهي، باسكو انا نحب لي زيبيس، نحب نفوح الحاجه سورتو شاورما كيما نعرفوا. هنا نزيد ندير عليها الفرomage جوست كاري صغير برك حيبان غير من فوق. وهنا سورتو الناس اللي دير طلبيات تعتمد الطريقه هذه راح تساعدك. شوفوا ندير المايونيز كما قلت لكم. حنحط لكم الرابط تاع انستغرام في صندوق الوصف. الناس اللي ما تعرفش صندوق الوصف تضغط على عنوان لا فيديو يخرج لكم الرابط تاع الانستغرام. شوفوا وهنا ندير السلطه تاعنا. تعمروا بطريقه المعتاده نورمال. ديروا سلطه لا فرس، نزيدوا لا فرس تاعنا. ثم حاجه سهله وبريزونطابل وما كيما نقولوا الناس اللي دير طلبيات ولا تساعدكم ياسر. وهنا حندير المساسك هذوما واقيلا يديروا 20 ميل تفاصيل مكتوب فيه البري باسكو نحب نشارككم التفاصيل هذه. هنا حندير لي فوي تاع فيريرو روشي هذوما. الورق تاع فيريرو تلقاهم يتباعوا بالوحده ولا بالباكي. شوفوا راح نخدم لي كورني اللي يشوف لي كورني من تحت. هنا نطويها على جوج ونحط صبعي من تحت باش وندور الكورني تاعي. شوفوا فانا شوفوا نورمالمون الصوره اي تشرح نفسها على فيديو. شوفوا كيفاه ودوري وديما حافظي على الشكل من تحت يكون كيما نقولوا ماضي هذاك الخشم تاعو من تحت. الطريقه هذه باش يخرجوا لكم لي كورني تاعكم متحوفين باسكو صح في الفينيسيون لازم تخرج لك حاجه ملاحه. شوفوا كيفاه. هذا ما كان حاجه سهله ماشي اللي تحفوهم برك هكا من تحت. هنا كنت وجدت لي كورني تاعي وشوفوا ونجي نبدا نعمرهم. شوفوا ديجا يتريقلوا وحدهم كي تبدو تعمروا لي كورني. فوالا شوفوا الريزولتا ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم وتكون وديتكم بحاجه جديده. فوالا لا روسيت هذه صدقوني سوا الخبز سوا الحشو الناس اللي حتجربها ماشي راح تندم عليها. وكما قلت لكم وإلا زعما جربتوا ولا درتوا اي عفسه ابعثوا لي في انستغرام شاركوني بوش راكم ديروا. وفوالا هذا ما كان وان شاء الله يا ربي نتلاقاو في فيديو جديد. ونتمنى ديروا لايك واشتراك والناس اللي ماشي كيما نقولوا دخلت جديده دير اشتراك. ومرحبا بكم وملتقانا في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.